اهلا بكم شباب في فيديو جديده. ان شاء الله نتمنى صحتكم بخير، ان شاء الله الناس الكل تبدا لاباس عليها، ونتمنى معناها انها تكون العباد معناها في وضعيه جيده بعد اللي صار في تونس والفيضانات وكل، وان شاء الله الناس كل لاباس. في الفيديو هذه باش نحكيو على اختيار الكامبينز على الويب. المره اللي فاتت حكينا كيفاش الكامبينز في الويب يخدموا، شنو الكامبينز بالضبط واش معناها كامبين من اصله. دونك في الفيديو هذه باش نحكيو على اختيار الكامبينز اللي باش يخليكم تربحوا الوقت وتربحوا الفلوس او ميم طون. اول حاجه باش نحكيو عليها هي الكامبين كرايتيريا، او بالعربيه كيفاش تختار الكامبين بالضبط. حاجتين تمشي بيهم باش تختار احسن كامبينز في الويب: available budget community activity. بالعربي available budget هو البودجي المتوفر، البودجي الموجود، والحاجه الثانيه community activity هي تصرف نتاع العباد في وسط الكوميونيتي ولا في وسط الويب هذاك كيفاش بالضبط. وباش نبداو بال available budget. available budget نقصدوا به لنا ثلاثه حاجات: قداش كبر البودجي، قداش فما بورسنتاج في البودجي، والار بي ام سي بي ام تاع البودجي. كبر البودجي والبورسنتاج مربوطين ببعضهم، والار بي ام هو اللي نوعا ما باش تقيس بيه انت. كي ناخذوا مثال نتاع كامبين اللي هو مثلا نتاع 11 لابس. 11 لابس هي ويب سايت ويخليك تنجم تعمل اصوات، وينجم يخليك معناها تعمل برشا حاجات متعلقه بالصوت معناها ولا بكتيبه اكثر. معناها بالنسبه للكامبين نتاع 11 لابس عندنا اسم الكامبين كامبين نيم، عندنا الاخ بي ام سي بي ام اللي هو معناها قداش تخلص انت على كل الفيو، البورسنتاج اللي هو البورسنتاج نتاع قداش كمل من البودجي، والتوتال بادجت اللي هو لنا 21 كا، وتو معناها كملت 13 كا من 21 كا او 62% بورسنتاج معناها من الكامبين كمل. كوميونيتي اكتيفيتي هي الاكتيفيتي اللي في وسط الكوميونيتي. اش معناها؟ كي تشوف انت ووب باش تلقى ديسكسيون على جنب كي الديسكورد بالضبط، تلقى تشاتس نقولوا نحن، وكل تشات فيهم يهز الحاجه. دونك انت كي باش تدخل التشات الرئيسي معناها باش تلقى اسمها تشات هيستوري تركز معها. وشنية باش تركز في التشات هيستوري؟ باش تركز على المودز ريسبونسز. المودز هما لي موديراتور او العباد اللي لاهين بالكوميونيتي نتاع الويب من اصله، اللي هما معناها مسؤولين على العباد باش تخلص تاخذ فلوسها، بيجي كيفاش يتقسم، لي بي ام سي بي ام، الامور ذيك الكل. ريفيلز هي كيما نقولوا قداش معناها يعاود يتعبى البيجي بعد ما يوفى. اش معناها؟ ناخذ مثال بسيط نتاع 11 لابس اللي كنا نحكيو عليه. نقولوا نحن لنا في الكا هذا البودجي هذا وفي تاع 21 كا، كي يوفى البودجي ريفيلز معناها انه البودجي يعاود يتعبى. مثلا هذه كانت 21 تولي 26 تولي 30. دونك هذاك اش معناها ريفيل؟ انه البودجي الكبير معناها يعاود يتعبى. اما هذه حاجه كيما نقولوا احنا بونوس. اما الاهميه نتاع كوميونيتي اكتيفيتي مربوطه بهذوما الزوز، بالتشات وبالمودز. هذوما الحاجتين المهمين اللي الناس الكل لازم تركز معاها. وناخذوا مثال لنا نتاع سكرين شوت نتاع تشات، نعطيو فيه اكزامبل نتاع كل حاجه انا كنت نحكي عليها. تشات هيستوري معناها هذايا اليوم، هذايا كابتور معناها تاخذت اليوم، لان كيما تشوف المود ريسبونسز، المود هو السيد هذايا يجاوب على العباد اللي قاعده تسال في اسئله. وعلاش هذه حاجه مهمه؟ خاطر فما كامبينز تنجموا تدخلوا لهم ما تلقى شيء، معناها تلقى العباد تسال وما تلقى حد قاعد يجاوب. دونك لنا تولي تقول انت الكامبين هذه يمكن سكام، معناها تفهم معناها اللي هي سكام. احتمال كبير معناها انت باش تضيع وقتك، معناها انك تعمل اللي كنت نحكي عليه معناها قبل نتاع كونتنت وباج وكل يولي زايد، خاطر انت باش تضيع وقتك وانت ماكش جاي باش تضيع وقتك من اصله. هاك عليه لنا نعملوا ريكابيتولاتيف او نلخصوا معناها الكل في الكل. عنا ثلاثة مراحل مهمين او ثلاثة بارتيات مهمين. ثلاثة بارتيات: البارتي الاولى هي البارتي نتاع ريسيرش اللي هي تعمل فيها انت كونت ووب، تعمل فيها البروفيل متاعك، تمشي تشوف كامبينز باهيين. البارتي رقم 2 تعمل كونتنت للكامبينز هذوكم. البارتي 3 هي تسبميتي للويب تاخو فلوسك من بعد. وكا لنا نتعداو البارتي نتاع نفهموا شنو الار بي ام وشنو السي بي ام. من قبيليك في المثال اللي كنت نعطي فيه قلت انه السي بي ام غاديك $2 على كل 1000 فيو. اش معناها $2 على كل 1000 فيو؟ في السيستم تاع اليوتيوب اون جينيرال كي تخلص بالار بي ام والسي بي ام، او ريفينيو بير مايل وكوست بير مايل، المقدار على الميل والدخل على الميل. الميل هو ال1000. كي انت في المثال اللي نوري فيه توا ريفينيو بير مايل نتاعك هو $5 على كل 1000 فيو، معناها على كل 1000 فيو تاخذ $5 لنا في الكا هذا. ولنا نخدموا السوشيال ميديا تيك توك يوتيوب انستغرام، والمينيموم باي اوت وماكس باي اوت هما اللي انت لازمك تشوفهم اكثر معناها في كل كامبين. مثلا لنا مينيموم باي اوت $10 مش 5. الخمسة على 1000 فيو، مي العشرة هي قديش تخلص مينيموم، معناها لازمك انت تجيب على الاقل 2000 فيو باش تنجم تبدا تخلص. والماكس باي اوت هو $400، معناها كي توصل لان سيرتان مونطون معين ما عادش تنجم تفوتوا، باش العباد ما تدش تدخل معناها البودجي توفي وحدها. واحد معناها مثلا واحد الفيديو نتاعو تضرب بالكدا ينجم معناها هو يفوت الماكس باي اوت، دونك يوليو خاسرين لنا كامبين على فيديو واحده بالحساب. ومثلا لنا دوز اكزامبل على نفس الكامبين نتاع $5.
اللي يخلص فيهم ولا ما يخلصش. كي نمشيو نقيسوا بالفيوز، السيد هذا ما يخلصش على خاطر ما عندوش 2000 فيوز، السيد هذا يخلص على خاطر عنده اكثر من 2000. هذا اش معناها المينيموم باي اوت وماكس باي اوت. ملخص الحديث الكل في الكل نتاع الكامبينز هو انه انت كي باش تمشي تبدا تلوج على الكامبينز على الويب، برينسيبالمون باش تبدا تشوف لي كريتير اللي كنت نحكي عليهم الكل، وبعد ما تشوف لي كريتير اللي كنت نحكي عليهم انا الكل، تولي تبدا تطبق في الكلام تاع الكونتنت كرييشن اللي باش نحكيو عليه في الفيديو الجاي ان شاء الله. ونتمنى تكون الفيديو هذه عجبتكم. الفيديوهات القادمه ندخلوا اكثر في الكونتنت كرييشن وكيفاش تعملوا الكونتنت بالضبط وتوتوريالز كاملين. توا فهمنا لي باز نتاع الويب كيفاش بالضبط، وفي الفيديوهات القادمه ندخل في البراتيك اكثر ان شاء الله. في الامان.